السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رانيا ودي قناتي لاول مرة تشوفوني. ما تنسوش تتابعوني للاخر وتحطوا لايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو. النهاردة معانا بقى وصفة سهلة وسريعة جدا وفي حلة واحدة، وحاجة كده يعني مفيش احلى ولا اجمل من كده، وحاجة لولادك مفيش اطعم من كده. كبسة اللحمة بأبسط واسهل الطرق على اصلها. عندي هنا في الحلة معلقة سمنة او معلقة زيت. انا كان عندي من العيد دهن مسيحاه بشتغل بيه. عندي هنا بصلايه كبيره او 2 متوسطين، بنزل بيهم اول ما السمنه او الزيت اللي انا حطاه يبدا يسخن زي ما انت شايفه كده معايا. بنزل بيه وافضل بشوح فيه لحد ما يبدا يدخل في اللون الاصفر معايا. بنزل باللحمه بتاعتي، بفضل اقلب فيها لحد ما اللون الاحمر ده يختفي منها تماما وتتحول للون البني. ما بحطش اي حاجه غير لما بشوحها تشويح كامل واخفي اللون الاحمر ده تماما. انزل هنا بالبهارات معايا نص معلقه فلفل. البهارات عندي كلها نص معلقه فلفل وبابريكا وحبهان ورق لورا وبهارات لحمه وبهارات كبسه. بهارات الكبسه يا اما بتجيبيها جاهزه اكياس كده من السوبر ماركت او بتجيبيها من عند العطار. زي ما انتم شايفين اللحمه بقى لونها بني معايا تماما وتغير. هنزل هنا عندي بعصير الطماطم. اتحكمي في كميه عصير الطماطم زي ما انت عايزه. انا كنت مستخدمه نص كيلو لحمه، مستخدمه له حوالي نص دورق الخلاط طماطم لان انا بحبها لونها احمر، او هي اصلها اللون الاحمر مش الكركم. عندي هنا العصير الطماطم بتاعي اتسبك تماما وبقى صلصه. انا عندي هنا كميه الميه بتاعتي يا دوب بغطي اللحمه، مش بحط كتير علشان الرز بتاعي بعد كده ما يبقاش معجن. بحط كميه الميه على القد. هنا اللحمه كانت استوت معايا، فضلها سنه بسيطه وزودتها ميه. وانا هنا بعمل الرز. لو انتي هتستخدمي الرز او حابه تنقعي الرز من بدري، او الرز بتاعك انتي مش واثقه فيه ان هو هيزيد او كده، انقعيه من بدري. انما انا كان الرز بتاعي تمام. يا دوب قبلها ب10 دقايق ربع ساعه 3 كوبايات الرز غطيتهم بميه سخنه، حطيت عليهم معلقتين خل، فضلت اقلب فيهم لحد ما كميه النشا اللي انت شايفاها دي بدات تطلع. وسبته كل شويه كنت بقلب فيه لحد 10 دقايق ربع ساعة، لحد ما لون كمية النشا اللي فيه ولونه اتغير تماما. صفيته وغسلته ورجعت صفيته تاني قبل ما احطه على اللحمة بتاعتي. دلوقتي هنزل بيه على اللحمة. محتاجة المية او الشوربة بتاعتي تغطي بس الرز، مش بتبقاش كتير عشان الرز بتاعي ما يبقاش معجن. وهي دي الخطوة الأساسية اللي أنا عايزة أوصل لها، إن الرز بتاعي ما يبقاش معجن. هنا يا دوب المية مغطية الرز، وفي أماكن كمان احنا شايفين منها الرز. هو ده المظبوط للرز المظبوط، بنعامله معاملة الرز العادي جدا. الرز البسمتي يقولك الكوباية بتاخد كوباية وربع، لا احنا هنعمله المعاملة العادية خالص. استوى معايا والرز معايا مفلفل وتحفة جدا زي ما انتم شايفين. مفيش احلى ولا اسهل من كده في حلة واحدة، علشان الحر والجو اللي احنا فيه ده مش مستحملين نقف كتير في المطبخ. وفي نفس الوقت هتطلعي حاجة حلوة جدا لولادك، حاجة مغذية وحاجة نظيفة. مفيش اسهل ولا احلى من كده. الرز زي ما انتم شايفين مفلفل جدا، مفيش اطعم من كده. يعني مش محتاج حاجة، هي اكلة تشرفك في حلة واحدة. وممكن كمان لو عندك عزومة تبقى طبق جانبي، كل اللي يجيلك هيتهبل عليه. لو انت من محبين الحاجة حارة او حراقة، ممكن وانت بتضيفي الرز تحطي قرن فلفل شطة صحيح، وبعدين وانت بتغرفي تشيليه. اللحمة زي ما انت شايفة دايبة وجوسي، ويعني مفيش احلى ولا